المجموعات لكأس العالم. المغرب في مواجهة كندا. سعيد جدا بالتواجد في هذه المباراة، أجواء جميلة هنا في هذا المونديال. طبيعي كل الجماهير تكون سعيدة بالحضور، ونتمنى أن نشاهد مباراة في المستوى بين الفريقين وتكون معبرة عن هذه البطولة الكبيرة. في المرمى، هدف أول في هذا اللقاء. أصبحت الأمور أكثر إثارة، اشتعلت الآن، احترقت في هذه اللحظات. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تدخل بيخلص الكرة، هيتشنسون. الكرة الآن مع الفريق الخصم. أشرف حكيمي، حكيم زياش. يا الله، ضاعت الفرصة، كانت قريبة جدا. نعم وصل للكرة، شوف الضربة الرأسية، لكن لم ينجح في وضع الكرة داخل الشباك. يسير باتجاه المرمى الآن سفيان بوفال. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. الله على التدخل مثالي، شوف كيف خلص الكرة. تدخل لطيف، يفتك الكرة بدون أخطاء. سفيان مرابط، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. بيعدي فيها من المدافع، عند الفرصة، كرة ما زالت خطيرة. كانت فرصة ذهبية أمام المرمى، لكن الرأسية لم تكن ذهبية، وبالتالي الكرة بجوار القائم. الحكم يضيف دقيقة واحدة كوقت بديل. هيتشنسون. تأتي الصافرة لتعلن عن نهاية الشوط الأول. ضربة بداية الشوط الثاني من مباراة دوري المجموعات لبطولة كأس العالم. شوف استحواذهم على الكرة، فارضين اسلوبهم، متحكمين في المباراة. الصافرة توقف اللاعبين، خطأ صحيح. حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. حكيم زياش، بيخلصها في هذه اللقطة. مر الساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. حلو التدخل على الكرة. سفيان بوفال، فريق الخصم بيخلص الكرة. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. وصول الدعم من الزملاء في هذا التوقيت. سفيان بوفال، الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. يستعيد الكرة بتدخل سليم. سفيان بوفال، فرصة للتقدم الآن من جديد في المرمى. يا رب، يا سلام على هذه الكرة، على اللمسة، على اللقطة، على كرة تحرك الشباك. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. دقيقتين تفصلنا عن صفرة النهاية. من ضربة رأسية في المرمى، يا
تنطلق إلى مصفى